بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي ومرحبا بكم مجددا في قناة كنوز الصحة. هل تبحثين عن وصفة طبيعية لذيذة ومغذية تغنيك عن السكريات المكررة والمربى الصناعية؟ إليك اليوم كنزا من كنوز الصحة، معجون التفاح والتمر. وصفة صحية سهلة ومثالية لكل أفراد العائلة كبارا وصغارا. 3 حبات من التفاح متوسطة و3 حبات من التمر، نزعنا نواتها بعناية، والقليل من الماء لا يتجاوز نصف كأس، ورشة قرفة دافئة تعبق النكهة ودفء الذكريات. لكن الأجمل ليس فقط الطعم، بل ما تحمله هذه الوصفة من فوائد عظيمة. لننتقل إلى تحضير هذه الوصفة. أولا قشرت التفاح، لكن إذا أردت أقصى الفوائد الغذائية فلا تقشريه، فالقشرة تحتوي على كم هائل من مضادات الأكسدة والألياف. وأثناء تقطيع التفاح دعيني أخبرك بفوائده المهمة. التفاح غني بمضادات الأكسدة، وبالأخص البكتين الذي يعزز الهضم وينظم حركة الأمعاء، كما يساعد في ضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، مما يجعله مثاليا في الأنظمة الغذائية. أضع التفاح المقطع مباشرة في القدر، ثم أضيف 3 حبات من التمر نزعنا نواتها. والتمر هنا ليس فقط للتحلية فقط، بل هو كنز من الطاقة والعناصر الغذائية، غني بالحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويدعم صحة الدماغ والقلب. الآن أضيف رشة قرفة دافئة فوق المزيج. القرفة لا تضفي فقط نكهة رائعة، بل تساهم أيضا في تحسين الدورة الدموية وضبط مستويات السكر وتعزيز المناعة. ثم أسكب نصف كأس من الماء، فهو يساعد في طهو المكونات بلطف، ويمنح المعجون قواما ناعما من دون الحاجة لأي دهون أو مواد حافظة. أضع القدر فوق نار هادئة وأترك المزيج ينضج بهدوء، وكل شيء يتداخل ويتمازج ليمنحنا معجونا متكاملا من الطعم والفائدة. بعد أن تنضج المكونات وتلين أتركها تبرد قليلا، ثم أخلطها في الخلاط الكهربائي حتى أحصل على قوام ناعم وكثيف. والنتيجة معجون دافئ بلون الشمس ونكهة البيت الدافئ. والآن كيف نحتفظ بهذه النعمة؟ ضعي المعجون في مرطبات زجاجية نظيفة ومعقمة، واحتفظي به في الثلاجة لمدة 7 إلى 10 أيام. ويمكنك أيضا تقسيمها إلى حصص صغيرة وتخزينها في الفريزر لاستخدامات لاحقة. أما عن التقديم فالإبداع لا حدود له. ادهنيه على توست القمح الكامل مع شرائح من الموز أو رشة من المكسرات. أضيفيه إلى الشوفان الصباحي أو الزبادي الطبيعي، أو قدميه للأطفال بدلا من مربى السوق، سيحبونه كثيرا وأنت تطمئنين لمكوناته. وبهذه الوصفة نعود إلى البساطة التي تمنحها الطبيعة من طيب الغذاء وصدق النكهة. إذا أعجبتك الوصفة لا تنسي دعمي بالاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. شاركي هذه الوصفة مع من تحبين وأخبريني في التعليقات كيف كانت النتيجة معك. بدعمكم أستمر في تقديم وصفات طبيعية مغذية ومليئة بالصحة. إلى اللقاء القريب في وصفة جديدة، وصفة تشبه الدفء وتشبهك. سلام.